بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب دايما الايام بتاعتنا اعياد زي العيد اللي احنا فيه دون، البهجه والسعاده اللي انت شايفها من اول ما احنا مش من لما وصلت الجامع ده، من اول ما طلعت من مكان لغايه هنا، الناس في الشوارع والاطفال والستات والرجاله والشباب، حاجه يعني منظر جميل وبديع. ده إن دل على شيء انما يدل على ان الفرحه عارفه طريقها للناس. الحمد لله، يا رب ديم على الناس افرحهم يا رب. ان شاء الله باذن الله دايما الايام الجايه كلها خير. انا عن نفسي بتمنى للسويس دايما السعاده والفرحه اللي انا شايفها دي ان تستمر على طول، ويبقى دي حياتنا على طول يا رب. ان شاء الله مصر سالمه غانمه دايما يا رب، في ظل القيادات الحكيمه اللي موجوده عندنا في الدوله، في ظل قياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونتمنى من ربنا ان شاء الله ان مصر دايما تنهض ودايما تبقى في الاعلى، وهنستحمل شويه صغيرين وهتبقى احسن من كده بكتير الف مره كمان. ان شاء الله خير وسعاده، واللي جاي احسن، والسويس احسن، واهل السويس احسن. وما لا املك في النهايه غير ان اقول تحيا السويس، تحيا مصر. طبعا هو طبعا ده واجب الناس التنفيذيين كده، مش القيادات التنفيذيه، كل الناس من اول تحت لغايه فوق كلنا موجودين الحمد لله رب العالمين، وده واجب مش تفضل ولا منا من حد يعني. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاسواق احنا ظبطناها بقدر الامكان علشان الالفاظ تبقى منضبطه برضو. احنا ظبطنا الاسواق بقدر الامكان، في قفزات بتحصل مع تجار الجمله وي والكلام من ده، يعني قدرنا ان احنا نضغط هنا في السويس بشكل معين. يعني تعاوننا مع بعض شركات السخنه اللي عندنا، زي شركات الزيوت، زي مضارب الارز، زي السكر، التموين ضغطنا شويه الحمد لله رب العالمين. اعتقد شهر رمضان مر على كل الناس بخير وسعاده، وربنا كريم دايما. حتى السنه دي الكرم بتاع الناس كتير او زايد قوي، فالحمد لله رب العالمين. بس دي يعني حاجه مش غريبه عن المصريين، ودائما وابدا ساعه ما تبقى في ازمه المصريين تحس انهم كلهم ايد واحده صلبه، لا يمكن ان مخلوق يقدر يخترقها. واحنا بلد الصمود والتحدي، ده وضع طبيعي. السويس بلد الصمود والتحدي، اذا كان في كل محافظه قيراط، فهنا 24 قيراط. فنتمنى الخير والسعاده يا رب للناس كلها.